جو يا جماعة برد، واليومين دول الجو برد صهد زمهرير رياح وصقيع زي ما حضراتكم شايفين. ما اسمعش واحدة ست بعد إذنكم تقول لجوزها قوم استحمى. الزوجة الأصيلة اللي بتحب جوزها لازم تستحمى بدل جوزها في الشتاء وتخليه هو متدفي. أمال انتي دورك ايه في الحياة كزوجة؟ انتي تسقعي وهو يتدفى، ما تسيبوهوش يغسل كوباية، انتي اغسليها ونشفيها. ومش بس كده، عارفه لما الكوبايه بتتغسل بتبقى ساقعه، ما تديهالوش ساقعه، غلط وعيب. تقفي تهفي فيها هف هف. يا جماعة والله العظيم عيب كده. اقسم بالله العلي العظيم اللي بيحصل عيب يا جماعة. في احنا ناس مثقفة، ايه الهبل ده؟ احنا هنلاقيها من التيك توك ولا هنلاقيها من القنوات اللي بتتعرض والعالم كله بيشوفها؟ يا جماعة المخرج اخبارك ايه؟ انت فين؟ بالقصة دي انت ايه؟ انت المنتج، طبعا المنتج على قلبه زي العسل. المنتج بالنسبة له سمك لبن تمر هندي، عبيله واديله اهي جابت فلوس وسلام عليكم. طب فريق العمل اللي شغالين، الاعدادات طبعا ما عندهاش اعدادات. اللي زي دي هيبقى عندها معده ليه ولا معد؟ هيجيب لها اخبار ايه؟ هيجيب لها الفرعون الكبير مشي الصبح، الفرعون الصغير رجع بالليل، فدي ما عندهاش معد ولا معده. ده كده برنامج سلطه بيضحكوا بيه على الناس. هو احنا صغيرين لما يتلعب بعقولنا كده، يتعرض على برنامج على منصة إعلامية كبيرة الMBC، مالناش دعوة بقى بتعرض منين ما بتعرضش منين. مش الكائنة دي مصرية المفروض إن هي يعني بتمثل مصر قدام الأجانب وقدام الغرب. مش المفروض لما بتيجي تتكلم وتقابل أي حد من السياح ولا من الغرب ولا في أي دولة وطلعت قالت أنا مصرية فبتمثل مصر، يعني تمثل مصر في الاخر واحده عندنا طالعه معتوها مش عارفه هي بتقول ايه الهبل ده؟ ده هبل ده والله العظيم. لازم يبقى فين وزير الاعلام من اللي في القصه دي؟ وزير الاعلام فين؟ القصه دي كده ده شغل هبل، واحنا قاعدين كل شويه طالعين بياسمين. ايه الهبل ده؟ واحنا بقينا شعب متخلف ليه كده؟ اللي بيحصل ده اقسم بالله تخلف، ده هبل. انا ما وصفوش غير بان انحطاط، ما بقاش عندنا فكر. معقول احنا فكرنا يوصل لكده؟ فكرنا احنا المصريين اللي الدنيا كلها بتشهد بفكرهم وباختراعاتهم وبمزاياهم، في الاخر خالص يتعرض واللي يمثلنا ناس الانحطاط في دمها والساده الافاضل، الشباب اللي بتخترع والشباب اللي بتطلع من اعلى الدرجات النهارده مش مذكوره اساميها، مش موجوده اصلا في البلد، سافرت وسابت البلد طلعت تشتغل بره. وفي بعض من العلماء شباب لسه بتقول يا هادي